السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم رانا رايحين نشوفوا هاد الحلوى تاع الزمان سبيعة العروسة بحبة بيض ونص كاس زيت تخرج لنا كمية كبيرة لاباس بيها. بسم الله نبداو على بركة الله. عندنا حبة بيض تكون على درجة حرارة الغرفة، يعني نكونوا جبناها من قبل من الفريجيدار من الثلاجة. نجيب الفوي ونخلط مليح، نزيد نضيف لها نص كاس سكر. الكاس هنا اللي خدمت به انايا هو 250 مليلتر، وتقدروا تخدموا باي كاس يعني اللي تشربوا به الماء ولا الغازوز. ونخلط هنا مليح حتى وين يذوب السكر. نزيد نضيف له نص كاس حليب. الحليب هنا يكون عادي، ما بارد ما سخون. ونخلط مليح، يعني الوحده كي تعجز وما تصيبش كامل دير تقدر دير هاد الحلوى للقهوه ولا لاتاي. نزيد نضيف نص كاس زيت، السعة تاعو 125 مليلتر، ونخلط مليح. يعني هاد الحلوى هادي لازم نروحو لها مرحلة بمرحلة باش هكا تنجح هاد الحلوى هادي سبيعة العروسة. نزيد نضيف نص مغرفة كبيرة تاع لافاني، ونجيب حبة قارص، نجيب لغاب ونربيها. يعني يديروا القشور لو زيست دو سيترون تاع القارص ولا تاع التشينا، ولا اللي ما عندوش التشينا والقارص يقدر يعوضها يدير مغرفة كبيرة لافاني باش هكا تروح لنا هذيك ريحة الزيت. ونزيد نضيف 3 كيسان فارينة. من الاول ندير 3 كيسان فارينة، ومن بعد نزيد نضيف لهم نص كاس لي يقعد. يعني هاد صبيعة العروسة كامل تجي فيها 3 كيسان ونص فارينة. يعني هاد الحلوى هادية تخرج لنا كمية لاباس بيها، يعني بحبة بيض ونص كاس زيت يعني تخرج كمية لاباس بيها. نزيد نضيف الكاس الثالث تاع الفرينة، نصفيه هكايا مليح. ونزيد في الاخر نزيد نضيف نص باكي لاليفر، يعني نقولوا مغرفة صغيرة لاليفر. هنايا ما لازمش السر باش تنجح وما تحلش العجينة في المقلة. ما لازمش نكترو لاليفر، باسكو لو كان نديرو باكي ولا نكترو منها تتفتح العجينة في المقلة تتفتت. ومن بعد نزيد نضيف النص كاس اللي قعد لي تاع الفرينة هنايا، ونصفي ونطمها غير بيدي ما نعجنش. هنايا نلمها برك هكايا باليد، نكمل نلمها برك باليد ما نعجنش. هنايا العجينة ما تجيش طرية بزاف وما تجيش يابسة، تجي هنايا تجي القوام تاعها كيما راكم تشوفوا هكايا في لا فيديو هايليك. تجي يعني ما تجيش طرية بزاف وما تجيش يابسة هايليك. ونبدا نشكل هادوك صباعتين تاع العروسة. من الاول ندير دوائر، نشكل هكا كريات هكا، ندير دويرات هكا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد من الاول نديرهم دوائر ومن بعد نديرهم بالطول هكا نشكلهم بالطول. ندير صباعتين بالطول هايليك، نوجد كامل هادوك صباعتين. ومن بعد نروح نوجد الزيت ديالي. هنا كي نديرهم يطيبوا ما لازمش الزيت تكون سخونة بزاف هكا باش ما يتحمروش من الفوق ومن الداخل تقعد عجينة ما تطيبش. يعني درجة تاع الزيت يعني تكون متوسطة هكا باش يطيبوا مليح. هذا هو السر الثاني يعني باش تنجح هاد الحلوى هذه. نديرهم يطيبوا على جهة ومن بعد نحركوهم هكا على الجهة الثانية. كي نشوفوهم تحمروا ولا عندهم هذاك اللون الدوغي هذاك الشباب نحوهم. لازم هنا يتحمروا مليح هكا كيما راكم تشوفوا، ونحيهم. والتزيين اختياري، التزيين كيما تحبوا تزينوهم. تحبوا ديروهم في السكر ولا بالعسل ولا بالشوكولا، يعني كيما تحبوا. هاي لك شجي الحبة، انا رمتهم غير بشوية سكر يعني كيما كانوا يديروها بكري. شهيتكم بالصحة. هذا هو لا فيديو تاع نهار اليوم،
وإلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيوها كاع مع أحبابكم هكا باش تلحق العدد كبير من المشاهدين. لأول مرة يشوف القناة ما تنساوش تشتركوا باش يلحقكم كامل جديد. تهلاو في ربحتيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.